صوت من كربلاء يحذر من الخطر. على من بيدهم الأمور أن يتقوا الله ويحكموا ضمائرهم. من فوق منبر كربلاء في أول ليالي محرم ظهر صوت المرجعية العليا محملا برسائل كثيفة بصوت باقيا معلقا بذاكرتنا منذ أن قرأ فتوى الجهاد الكفائي، ولكن هذه المرة مذكرا بقول السيد علي السيستاني: ينبغي للعراقيين ولا سيما النخب الواعية أن يأخذوا العبر من التجارب التي مروا بها ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها. هكذا بدأ خطاب ممثل المرجعية العليا بكلمته وهو يتحدث عن المعركة التي زالت غيمتها المؤقتة عن العراق. المعركة بين الحق والباطل تحتدم حينا وتهدأ أحيانا وتشهد صولات وجولات على مر الزمان. الشيخ عبد المهدي الكربلائي يبدو أنه رسم ما يشبه خريطة طريق للأيام المقبلة، حافلة بالتحذير والقلق من القادم، حين قال: إن الظروف الحالية التي تمر بهذه المنطقة بالغة الخطورة، والشعب العراقي ليس بمنأى من تداعيات الصراع القائم فيها عاجلا أو آجلا. كان الكلام صريحا مشحونا بالبصيرة، كأنه يشير إلى احتمالات زحف الصراع أو انفجار ما قد يطال الداخل العراقي. أنهم ما لم يسعوا بجد في بناء بلدهم على أسس صحيحة فإن مستقبلهم لا يكون أفضل من حاضرهم. النبرة الحذرة بصوت الشيخ الكربلائي تدل على وجود خطر قادم للعراقيين، وتشدد على توحيد الصفوف وبناء العراق بصورة أفضل. وكان نداؤه واضحا خصوصا إلى من يتحكمون بقرارات العراق: على من بيدهم الأمور أن يتقوا الله ويحكموا ضمائرهم ويراعوا في قراراتهم وتصرفاتهم مصلحة شعبهم وبلدهم والمنطقة كلها. المنبر حذر، ولكن من يجرؤ على السماع والتنفيذ؟ فالخطر ليس على الأبواب بل يتسلل من النوافذ. فهل يجد العراق مستجيبا لما تحدث به ممثل المرجعية؟